على بالكم وش منوها الأخطاء اللي جنبتها أميرة ريا باش نجح مشروعها؟ أميرة ريا كما نعرفوا من أنجح المشاريع اللي بدتها مشروع الخمارات، وكملت دي كوليكسيون واحد أخرين، ومن أنجح رائدات الأعمال في الجزائر. المهم خياتي العزاز، وكنت نعرف هذه الأخطاء من قبل كنت وفرت عليا ولا روحي جهد كبير ووقت كبير وحتى مال بزاف، باسكو انا خسرت لا فيريتي، خسرت في بداياتي، ما كنتش نعرف الاخطاء هادو. واليوم اختي العزيزه جيت نعاونك بيهم كما تعرفوا معايا، نمدلكم كل شيء بالصدق والمصداقيه. المهم خياتي العزاز، كل وحده شافت لا فيديو تاعي نقول لك حبيبتي الغاليه يا حبيبه قلبي، ما تنساش ديري جيم، تكملي لا فيديو حتى الاخر، ديري كومونتير شباب كيما قلبك حبيبتي، ودائما نستمر معاك في النصائح. اللي ما تعرفنيش نقول لك انا ليندا، صاحبه ورشه خياطه وصاحبه ماركه خياطه خاصه. المهم خياتي العزاز، راح نبداو في الفيديو، ركزوا معايا ورقاو ستيلو كالعاده ونروحوا لهنا. الخطأ الأول هو أنك تبداي بلا رؤية واضحة، تبداي غير هكذا. كيفاش غير هكذا؟ نحب ندير مشروع وخلاص، بصح ما تعرفيش واش تبيعي، لمن تبيعي، كيفاش تبيعي، وهنا يضيع لك كلش، ما بالكش راكي ما بالكش راك حديري. تبداي تخدمي حجابات روبات هذه منا وراكي تخلطي كل حاجه في خلطه وما على بالكش اصلا واش راكي ديري، وهذا الشيء راح يخلي راسك مشوش، مشروعك فاشل. تخدمي منا تروحي تشري الحجابات، تشري الكالون، تشري هذه، تشري منا ضايعه مخلطه، لاتولي تاعك مخلطه، ولا البيت اللي تخدمي فيها مخلطه، راكي مره مع هذه تحطي هذه تبداي هذه لا بريسيون. بصح حبيبتي العزيزه ما خليتيكش غير بالمشاكل، جبت لك حتى الحلول. ابداي باللي عندك. حاجة الأولى، حتى لو حاجة بسيطة في البداية، هي الأهم، الخطوة الأولى إنك تونجاجي البداية، إنك دي الخطوة الأولى وبعد كل شيء يجي مع الوقت. الخطأ الثالث الإهمال. واش تهملي اختي لازم؟ على بالي باللي بزاف منكم يهملوا التسويق، والتسويق هو اهم حاجه في المشروع، لانك كي تخيطي الحاجه وراهي محطوطه عندك ما كاش شكون يجي يديها، ما تروحيش تعيطي للجيران لا فامي حسادين، فهمتوني؟ المهم لا اختي لازم ديري خطه تسويقيه مليحه هكا باش ينجح مشروعك، وتولي تحسي. شوفي في البدايه كي تبيعي اول ارتيك، ثاني ارتيك، ثالث ارتيك، تولي تجيك الحماس، تولي تجيك هذيك النقطه الاستمراريه. انا هاد النصائح ما لقيتهمش في البدايه تاعي، ما كاش اللي يمد لي، حتى وكان كانوا ما كاش اللي يعرف، حتى وكان كانوا يعرفوا ما يمدوهم ليش، لانه سبحان الله الناس يبخلوا بالمعلومه بزاف. الا مد لك حاجه يمد لك فرط تاع المعلومه ويخلي النص كامل عنده. الى مد لك هذا الشيء، فهمتيني اختي العزيزه؟ عماله ركزي في هذه الخطوات وتتبعيهم خطوه بخطوه. تفكري باللي اذا انت واش تقولي في بالك باللي خلاص انا خياطتي مليحه، ندير ارتيكل مليح موضع الشباب، الناس راح تجي وحده خلاص. عم بالك التسويق ما راهوش هكا تلقي تصويره وخلاص، لا. شوفوا اميرة ريا كما قلت لكم في الفيديو السابق باللي دارت خطه. وشنو الخطة هي التسويق بالمحتوى. كانوا دوكا راهم يسوقوا بالمحتوى. حاولي ما تكونيش ذكاء اصطناعي وسوقي بالمحتوى، حاولي الزبون تاعك، ديري اشياء تخليك تجبد يعني المشتري ولا الزبون تاعك تحببه فيك. هذه هي الطريقة اللي راهم يستعملوها كامل الأصحاب البراندات ولا أصحاب لي كوليكسيون. المهم اختي العزيزة، هذه كثالث خطوة، انك لازم تركزي في التسويق. اروح نعطيك الحل وشنو الحل؟ انك كي صوري مليح. شتو اميرة ريا كي كانت خرجت العماق تاعها تاع الحجابات، كي ولات تجيب خماراتها وتقول خمار اميرة ريا وديره لكم بعده طرق، وكانت توري لكم التيسو بطريقه ماشي شوفوا التيسو تاعو مليح، ما تقولكمش التيسو تاعو مليح، لا ولا بتقولكمش التيسو تاعو جبتوه من بلاصه فلانيه، لا كانت تلبس الخمار قدامكم وتوري لكم ولا تورينا كعامه، باسكو انا واحده من متتبعاتها في البدايه، تورينا كيفاش الخمار تاعها راه مليح يساعد المراه برك بدون كلام، بالتعبير. كانت الطريقه تاع الخدمه تاعها في الحجاب تاعها كانت تعبر اكثر من كلامها. فهمتوني خياتي؟ الارتيكل تاعك خليه هو يعبر على روحه بطريقه التسويق تاعك. فهميني مليح، قلت لك عندك تصوير
ونشر. النشر يكون باستمراريه وفي اوقات محدده. درت لكم في شحال من فيديو في قناتي الاولى، اللي ما يعرفهاش راه توقف عليها فقط الربح. تسمى قناتي الاولى هذه راهي بروفيزوار، برك راني نحط لكم فيها، وهذيك نحط لكم فيها دي فوا باسكو راني خايفه تروح كامل توقف لي فيها الربح. درت لكم بزاف الاخرى تسويقيه واسمها قناتي مشاريع الخياطه والتسويق، راهي مربوطه مع القناه اللي تشوفوها في لا ليست تاع لي فيديو. المهم خياتي راهي فيها بزاف لي فيديو تاع التسويق راح يفيدوك. شوفي، التسويق هو قلب المشروع، لازم تركزي على التسويق. احكي على مشروعك بطريقه ما تخليش تبيني باللي راكي تحللي به، لا اختي العزيزه، مشروعك خليه هو يحكي على روحه بالطريقه اللي راكي تسوقي فيها. الخطأ الرابع اللي عانيت منه بالنسبة للأميرية، ما كانتش تسمع لكلام الناس، لأنها هي من باغمي لي بروميي اللي بداو في هاد لي براندو كامل، ما كانتش تسمع للناس. انا عانيت من هذا الشيء، مالغري كنت نشوفها كحي مثال عندي لي كومونتير الناس تهدر، هي ما كانتش تسمع للناس، كانت تستمر، لانه الناس يرجعوك دائما مشارير، الناس دائما يرجعوك اللور. لكن انت اذا حددتي الهدف تاعك ما تسمعيش للناس. في بالك باللي نص من الناس اللي تعرفيهم كامل يحسدوك ويغيروا منك، حاجه اللي ما يستاهلوش. كيما انا حاله ولا فامي جو مانتيغاس با، انايا شحال فوا نقول نحبس اليوتيوب ونبدا بدايه جديده، باسكو عندي بزاف ناس يعرفوني، بزاف ناس يواسوني. قلت نحبس المشروع الانستغرام تاعي دي فوا، نقول نغلق ونعاود نبدا بدايه جديده. واش معناتها نبدا بدايه جديده؟ معناتها نعاود لوغو تاعي، نعاود كل شيء. وهاد التخمام مازالوا فيا، لكن ما فشلتش، لكن حبيت اني نبدا بدايه ما يعرفوني. تقدري تبداي اصلا ما تقوليش، ولا بديتي وراكي قلتي ما على بالكش اطلعي ومن بعد ساهل، ولا بداي دوكا حبسي كيتي وعاودي بدايه جديده، باسكو الناس يهضروا، لا فامي يهضروا، ودائما يتبعك الحسد والغيره. اميراريه كما قلت لكم الناس تهضر، الجزائر كامل كانت تهضر باسكو هي بارمي لي بروميي، مي كانت مركزه على الهدف تاعها. الخطا الخامس واللي بزاف منا يديروه انك تستعجلي في النتائج، تحبي تشوفي الربح بسرعة، إذا ما صرا والو تفشلي وتحبسي. لا أختي العزيزة، الربح يحبلو استمرارية، النجاح يحبلو استمرارية، يحبلو تعب، يحبلو معليش خسرتي عاودي نوضي عاودي، ماشي معناتها انك مش تشرب خلاص انا نحبس مشروع فاشل. لا اختي العزيزه، اختي ما كاش اللي يجيب دراهم هو راقد. الدراهم اول حاجه لازم لهم راس مال باش يكبر، ولازم لهم تعب، لازم لهم استمرارية، لازم لهم تركيز، لازم لهم الصبر ثم الصبر. فهمتيني؟ نعطيك الحل اختي العزيزة، ما خليكش بلا حل. النجاح يحتاج الصبر، خطوة بخطوة وتواصلي حتى توصلي. الخطأ السادس خواتاتي العزاز، شوفي ما تستناش حتى تتعلمي كلش في المشروع باش ابداي وتطوري روحك بالعقل. على اختي تستني انتيا قولي حتى نتعلم كلش ويكون عندي راس مال كبير باش نبدا؟ تقعدي هكاك عمر تلقاي روحك 50 سنه 55 سنه 60 سنه خلاص سيبو. واش من المشروع اللي ديريه انتيا وانتي راكي 60 سنه 65 سنه؟ واش حديري بيناتنا؟ العوام راهم يجوزوا، وانتي الا ما طورتيش روحك دوكا غدوه ان شاء الله راح تلقاي روحك والو. هذه هي اختي العزيزه، انك كل يوم تتعلمي حاجه صغيره راح يبان معك الفرق. كل يوم حاجه صغيره وتشوفي الفرق كيفاش يبان. المهم خياتي العزاز، لو كنت نعرف انا هذه الاخطاء مقبل، يمكن كانت حياتي اليوم مختلفه. بصح الحمد لله تعلمت، واليوم نحب نختصر عليك الطريق. انتي تاني تقدري تبداي بصح، ابداي صح، ما تبدايش كيما بديت انا بديت وطحت بالك اليوم وكان راني بالحانوت تاعي اختي العزيزه، بالك وكان راني اتولي تاعي راهي وحدي، ما رانيش دايره شركه اتولي. فهمتيني اختي العزيزه؟ لازم تركزي على هذه الاخطاء وتتفاديها باش تنجحي في مشروعك. هنا خياتي العزاز لحقنا نهايه الفيديو. ما تنسوش تدخلوا قناتي الاولى، ما نقولش عليها الثانيه لانها هي اول قناه تاعي، مشاريع الخياطه والتسويق. وهنا مالي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.